السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقتي الخاصة. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة شوربة بيضاء. هاد الشوربة هذه وصفة جزائرية 100%. راح نحضروها بالصدر تاع الدجاج ونحضروها ايضا بالكريات نتاع اللحم المرحي او اللحم المفروم. لكن قبل هذا وكالعادة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نطولش عليكم، نروح نشوفوا الوصفة مباشرة. اول حاجه خديت هنا قدره تاع الطين، راح ندير ملعقه كبيره نتاع السمن نخليها تذوب ونضيف لها ملعقتين كبار نتاع الزيت العاديه، ومن بعد راح ندير الطرف نتاع النص تاع الصدر تاع الدجاج. يعني خديت النص تاع صدر تاع الدجاج قطعته قطع صغيره ونقليه في هذاك السمن والزيت. وانتم تقدروا تعوضوا السمن بالمارغرين او الزبده. نبقى نقلب فيه كيما راك تشوفوا، ومن بعد راح نضيف له بصله تكون صغيره، راح نسكرفجها او نقطعها قطع صغيره او نرحيها. المهم قطعوها قطع صغيره، يعني ولا قطعتوها بالموس يعني بالسكين راح تقطعوها قطع صغيره جدا. ونبقى نقلب فيه، ومن بعد ندير التوابل اللي هما ربع ملعقه صغيره زنجبيل، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، وندير ايضا عود تاع قرفه بعد ما نغسلو، وندير ايضا القصب نتاع المعدنوس. يعني خديت ربطه تاع معدنوس نقيتها وغسلتها، ومن بعد خديت هذاك القصب قطعت هذاك القصب باش ما نرميش، راح نديروه في المرقه باش يعطيني البنه. انا اضفت الملح على حسب الذوق، ديروا على حسب يعني الذوق تاعكم. ونبقى نخلط فيه هكا، نقلب فيه يعني نقلي فيه هكذا، ومن بعد رايحين نمرقوه بالماء الساخن. وما تنساوش ديروا الحميصه ولا كانت عندكم خضره ديروها في البدايه، ولا كان طيبه ديروها في الاخير. كيما راك تشوفوا مرقوا توجور يعني بالماء يكون سخن. هنا حطيت الحميصه كيما تشوفوا، راح نغطي عليها ونخليها طيب في غردها. ودوك نروحوا نحضروا الكريات. خديت هنا اللحم المفروم او اللحم المرحي، درت له قرصه نتاع زنجبيل، قرصه قرفه، وقرصه نتاع فلفل اسود، شويه تاع زيت حوالي ملعقه صغيره. ندير هنا المعدنوس كمشه، وما نساوش نديروا الملح، نديروا غير شويه على حسب الذوق. يعني نفس التوابل اللي درتهم في المرقه راح نديرهم هنايا، برك كل حاجه نديروا قرصه قرصه قرصه، يعني ما تكتروش. اللحم المفروم ديروا الكميه اللي حبيتوا، يعني غير قيس البنه برك كيما راك تشوفوا. ومن بعد راح نشكلوهم كريات صغيره. يعني في المرقه ولا درنا ربع ملعقه صغيره من كل تابل، يعني من كل يعني بالنسبه للفلفل الاسود والزنجبيل وكاع. هنا في اللحم المرحي ديروا غير حاجه قليله، ديروا قرصه برك، قرصه تاع فلفل اسود غير حاجه باش تجي البنه برك، وقرصه تاع زنجبيل، ونديروا شويه برك تاع الملح على حسب الذوق بيان سور، ديروا حاجه قليله، وديروا الزيت باش يجيكم هذاك الفيونداشي يجيكم طري. بعد ما شكلناهم كامل راح نديروهم في القدره كيما راك تشوفوا. وهنايا راح نغطوا عليها وراح تطيب بالخف، يعني ما حاش تاخذ وقت. هنا راح نحضروا العقده، نديروا غراف نتاع المرقه، نضيف صفر بيضه، ونضيف ايضا نصف حبه نتاع ليمونه، نستعملوا العصير نصف حبه ليمونه. هنا اضفت المعدنوس نخلطوا كلش، ومن بعد دوك هنا راح نحي لك القصب نتاع المعدنوس، يعني عطيت البنه كامل في هذاك القصب باش ما نضيعوش نديروه في المرقه. هنا اضفت الفيرميسال، هنا الفيرميسال ديروا على حسب المرقه، ما تكتروش باش ما تجيكمش معجنه، ما تجيكمش هكذاك مكدسه. ومن بعد راح نضيف هذاك العقده اللي حضرناها ونخلوها غليه ولا زوج ونطفوا عليها. هنا بعد ما طفينا عليها اضفت المعدنوس هكذاك الجديد، هذوك الورقات قطعتهم قطع صغيره اضفتها للقدره كما راك تشوفوا. بالعاني انا هذاك الخضر درتوه في الاخير باش تقعد هذيك البنه فيها. هنا جبت صحن تقديم وراح نعمر وتشوفوا يعني القوام تاعها كما راك تشوفوا. بالنسبه للكريات نتاع اللحم المرحي تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، يعني زياده في البنه ديروها، ولا الانسان اللي ما عندوش ولا ماهوش حاب يدير يقدر يستغنى عليها. شوفوا هنايا بعد ما حطيته في صحن التقديم صحن التقديم عفوا، درت له شويه نتاع المعدنوس وقدمته بالليمون او القارص كما تشوفوا. يعني وصفه سهله سريعه وبزاف بنينه. بالنسبه للطاجين امركم ما ديروا فوق النار مباشره، هذاك الطاجين تاع الطين ديروا له صفيحه معدنيه باش هكذاك ما يترتقلكمش الطاجين. وكي تمرقوا دائما مرقوا بالماء يكون سخون. شوفوا هنا هذه هي الكيفيه تاعنا، يعني وجدت بالخف خاصه للعاملات رايحين تدخل، يعني ما تدخل روطار للدار راح تحضرها بالخف. اذا هذه هي الكيفيه تاعنا كما قلت لكم توجد لكم بالخف
وبزاف بنينه. يعني واش نقول لكم، يعني بنه ولا اروع. وفي نفس الوقت نغيروا، ماشي كل يوم نديروا مرقه حمراء، يعني الانسان يبدل شويه. وشوفوا هنايا بالمغرف يعني كيفاش يبان القوام تاع المرقه كيما راكم تشوفوا هنايا. ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه للفيديو. تهلاو في روحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى. سلام.